فاش كطيح في شي موقف جدي وكتبغي تعبر على الحقيقة ديالك او على الشعور ديالك بصراحة، كتنسى راسك وكتبدا تفكر كيفاش ما تضرش الاخر اللي قدامك، حيت كيقولوا لك راه الحقيقة مرة والحقيقة كتجرح، كيلعبوا لك على عاطفتك تولي تبان لك الحقيقة محرجة وثقيلة، وهنا كتبدا تحاول دير من الحقيقة نكتة باش تخفف الآلام اللي ممكن يحس به الاخر. كتهز الهم من الموقف وكتنسى باللي راه كل واحد عنده الطريقة الخاصة ديالو باش كيواجه الحقيقة. عمرك تدخل الضحك باش تخفف من القصوحية ديال الهضرة الجدية. القصوحية هي اللي كتخلي هضرتك تبان جدية ومعقولة. كاين بزاف دابا كيخافوا من دوك ردات الفعل المفاجئة، فاش كتقول ليه شي جواب ما كانش كيتوقعو كيحس بالآلام وبالإحراج. هاد الناس هما نيت اللي فاش كيبغيو يعبروا على الحقيقة كيبداو ماكيو ليها باش تجي كيوت وتبان الاخر زوينة. فإلا ما كنتيش قادر تستقبل الحقيقة عمرك غتقدر تعبر عليها، ديما غتبقى تشوف الموقف غير من الزاوية اللي مرتاح فيها الاخر. فاش كتحاول تلطف الجدية بالضحك كتبان بحال باغي تعبر على الحقيقة بطريقة غير مباشرة، بحال باغي تنطق بشي حاجة خطيرة وصعيبة. خصك تولي بهلاوان وتعطيه شوية السخرية والمرح باش تسهل على الاخر. في المواقف الجادة الحقيقة كتقال بهضرة جادة ومعقولة، والضحك كيجي من بعد باش يفهم اللي قدامك بانك كتقول الصراحه وفرحان بها، ماشي باش دير ليه خاطر. الناس غيبغيو يكونوا معاك في واحد الجو مريح، ما غاديش يبغيو يعاشروك الا جيتي من الاخر. لهذا قول كلامك اللي باغي تقول وقلب بالزربه لشي اتجاه اخر كوميدي. زعما صافي داك الموضوع راه فضيناه وما بغيناش نبقاو مطولين في الحقيقه اللي ممكن تكون قاسيه عليك. الدنيا الناس كيبغيو يسمعوا الحقيقه ولكن ماشي بطريقه مباشره. باغينا تكون ملفوفة في شي حاجة اللي تخليها تجي ساهلة في الهضم. المشكلة هو ان هذا الاسلوب كيدير واحد التأثير عكسي، كيبداو يشوفوك الناس بحال شي حد ما جديش وغابو هالي، بحال داوي خاوي وانت راك معذب في العمق ديال التواصل. المشكل الثاني هو ان الضحك في المواقف الجدية كيخلي الاخر يحس بك بحال ما واخدش الامور بجدية انت، ولا كتحاول تهرب من المواجهة، وهنا كتخسر كاع داك الوزن ديال الكلام، كتولي واحد من الجموع ديال الناس اللي عندهم غير الحقيقة ديال المزاح ماشي الحقيقة ديال الوعي والمسؤولية. بحال هو خاص الواحد يثبت شوية ويفهم باللي راه ماشي كل حقيقة محتاجة تكون مغلفة بالهضرة المضحكة. المواقف الجادة كتحتاج تعبير جاد باش تا الاخر يفهم باللي الحقيقة راه ماشي اختيارية وماشي ديما غتجي بالطريقة اللي غتناسبو. غتكون واضح وصريح وغتبقى مهني راسك، ما غتبقاش ديما كتحاول تصنع في الاجواء المريحة بزاف. والحقيقة راه هكا دايرة، شي مرات كتجي قاسية، خاص بنادم يتقبلها. الا كان فاهم وناضج بصح راه يسمعها بلا روتوش، ولا ما قدرش يتقبلها راه روينتو هاديك.